في مرض جديد منتشر ملوش أي علاج لحد الآن، والمرض ده من أشهر أعراضه هو إنك دايما هتحس إنك أقل من الناس كلها، دايما هتحس إنك عندك نقص، دايما هتحس إنك عايز تتعالى على الناس. والمرض ده هو مرض النقص. الناس اللي عندها نقص، الناس اللي هو دايما بتقابلها في حياتنا يقول لك انت ما تعرفش انا مين، انت مش عارف ايه، انا مالي انت مين. انا مالي انت مين، انا مش هناسبك ومش عايز اعرفك. بنقابل ناس كتير في الجيم بيكون عندهم نقص، فتبص تلاقي شخص مثلا داخل الجيم هو مش فاهم تعليمات الجيم. تبص تلاقيه اما شخص عايز ياخد الجهاز لوحده مش عايز حد يتمرن معاه، اما شخص هتلاقيه داخل يقول لك انا فلان وانا علان وانا ترتان والكلام ده. طب انا مالي بقى ومال القصه دي كلها؟ انا راجل داخل الجيم مثلا اتمرن، هقعد في الجيم ساعه ساعتين ايا يكن المده اللي هقعدها، مش داخل اتعرف على امك. فالاشكال دي كترت في الجيمات. المشكله مش في الناس بس، المشكله في اداره الجيم اللي هم بتبقى اداره خنازير، اللي هم شويه الخنازير اللي بيديروا الجيمات. الخنازير اللي هي بتدخل اي حد مقابل انه يدفع فلوس، ويسيبوا العملاء تعمل مشاكل مع بعضها. الشخص اللي بيدخل يقول لك انا مين، والله العظيم لو شفت شكله يعني الفراش انضف منه، مع احترامي للفراش. النهارده سؤالي للجيمات، انت كجيم اشتراكك عالي مش رخيص، ازاي بتدخل شخص عندك لابس كروكسي يتمرن؟ ازاي بتدخل شخص عندك لابس سيليبر بيتمرن؟ ازاي تدخل شخص عندك لابس معلش في الكلمه تيشيرت مقطع؟ ازاي؟ مش فاهم. يعني تبص تلاقي واحد داخل، وده حصل، واحد داخل يقول لك انت ما تعرفش انا مين. انا مين ده بقى اللي بيتكلم انا مين ده؟ والله العظيم التيشيرت مقطوع من على باطه، فاهمني؟ اللي بيقول لك انا مين ده يعني لابس تيشيرت والله العظيم ما البسه عبيه في البيت. يعني انا مش فاهم كنتوا ازاي بتدخلوا الناس دي. الناس دي ازاي بتدخل الجيم؟ ده اللي انا عايز افهمه. بس ادارات الجيمات السبوبه بنت كلب. اهم حاجه ندخل فلوس للجيم، مش مهم بقى الفئه اللي انا مستهدفها، المهم ادخل فلوس. كل واحد داخل الجيم عايز ياخد الجيم لوحده، كل واحد داخل الجيم عايز يقول للناس انا فلان عشان هو طبعا عنده نقص. فنصيحه مني، انت كده كده داخل الجيم هتقضي فيه ساعه ساعتين، قضيهم بالحب، الدنيا هتبقى سهله. الجيم مش مكان للتعارف، الجيم مش مكان انك تتعالج من النقص اللي عندك لان ده ملوش علاج، دي تربيه بتبقى وسخه بس، هي دي كل القصه. الجيم مش معمول عشان كل واحد ياخد جهاز ليه خاص بيه، الجيم للمشتركين كلهم مش لحد بعينه. اول ما الجيم ده يكون بتاع امك انا مش هشترك فيه اصلا. انما لما تكون داخل جيم زيك زي الناس، كل الناس دافعه اشتراكات، فطبيعي كلنا نستخدم نفس المعدات. بس دايما بنقابل الشخص اللي عنده نقص، اللي هو مش قادر يعني يتعالج من النقص. الله يكون في عون الناس دي، والله العظيم بتتعب. بس هو مشكلتهم ان هم بيقعوا في الاخر مع حد زيي فبيهلفتهم، بيخلي شكلهم وحش. وبرضه في الاول وفي الاخر انا ما عنديش اوبشن اللي هو انت قاعد على جهاز فمحدش يدخل معايا، لا انا كده كده داخل معاك غصب عنك مش مزاجك، الموضوع مش اختياري. فاما بقى هتقضي الساعه ساعتين بتوعك في الجيم بادب، يا اما هتهين نفسك وهرخم عليك، ولا انت هتتمرن ولا هتمرن مش مشكله، انا ما عنديش مشكله، التمرينه تبوظ عادي جدا، بس برضه مش خليك تعمل اللي انت عايز تعمل. فانت بقى اختار، عايز تقضي الموضوع بالحب ولا عايز تقضي الموضوع برخامه. ولو انت عندك معتقد ان انا ممكن في يوم من الايام اعتذر مثلا لحد، انا ما بعتذرش لحد وما بصالحش حد، ما بداديش، انا مش بتاع مداديه، فاللي يزعل يخبط دماغه في الزباله مش في الحيطه. ولو انت عندك معتقد انك هتعاند معايا، عاند واللي باله طويل بقى، الجدع اللي ينتصر في الاخر. فيا ابن الناس انا بقولها لك تاني اهو، انت داخل المكان لمده ساعه ولا ساعتين، ما تدخل بادبك، ادخل اتمرن، ادخل ركز في تمرينك. انما معظم الناس تدخل الجيم قاعد مركز مع ده ومركز مع ده ومركز مع ده. ما اعرفش ازاي اصلا اصحاب الجيمات بتدخل ناس جيمات بالمنظر ده. يعني واحد لابس لي تيشيرت مقطع، ولابس تيشيرت بقى عامل زي مفتش كرومبو، وواحد لابس لي سليبر، وواحد لابس لي كروكس. انا مش عارف يعني ده جيم ايه، انا مش عارف والله العظيم ما عارف. الناس بقت بتروح الجيم تلت في الجيم، تحس ان انت داخل تقعد مع ناس قاعدين على المصاطب، مش داخل جيم محترم تتمرن عشان تغير جسمك وتحسن صحتك وكل الكلام ده انا ما بشوفوش في الجيمات. سؤالي للجيمات، هل يا جدعان مفيش جيم محترم في مصر؟ ما هو الجيم غالي والاشكال اللي فيه وسخ، طب ايه؟ مش عارف والله مش عارف. يعني دخل جيمات كتير معظم الجيمات بتبقى وسخ. فيا ريت والنبي يا شباب لو في جيم محترم، جيم محترم معرف العملاء بتاعته التعليمات والقواعد بتاعت الجيم، يا ريت يا ريت حد يقول لي اسم الجيم في الكومنتات، لان انا داخل في ال20 سنه في مجال كمال الاجسام، ما شفتش جيم محترم غير جيم واحد كنت بشتغل فيه زمان في 2013. ما شفتش بقى بعديها جيم تاني محترم بصراحه. دخلت بقى جيمات كتير بقى قليل وعالي ورخيص وفي مناطق شعبيه وفي مناطق نظيفه، ما فيش يا باشا، كله زي الخرا. اما تدخل مكان تتسرق فيه، اما تدخل تقابل اشكال وسخه، اما تدخل الجيم تلاقي الجيم ما فيهوش اصلا اي سياسات او اي تعليمات للعملاء، اما تدخل الجيم تلاقي الناس تايهه. ما بص، في حاجه غلط في ادارات الجيمات بالكامل. معظم الجيمات اللي دخلتها جيمات
وسخه، اداره وسخه بتدخل ناس لمجرد الفلوس، لمجرد الاشتراكات عشان نحقق ربح. النهارده لما اكون انا داخل لك جيمك مثلا ودافع اشتراك رقم محترم، ما انا داخل جيمك عشان اقابل ناس نظيفه، فانا دخلت الجيم بتاعك الغالي زيه زي الجيم ابو 300 جنيه. يعني انا ما عملتش اي حاجه جديده. الله يعينكم على حالكم.